الفيلم كيبدا ببنت سميتها جودي وصاحبها كيفن كيوصلوا لواحد الحانوت صغير. فجأة كيشهروا السلاح على مول الحانوت وكيغوتوا عليه باش يعطيهم كاع الفلوس اللي في المجر. مول الحانوت كينفذ داكشي اللي طلبوه وكيفن كيمشي بالفلوس. ولكن جودي كتلاحظ واحد الخزنة مورا الكونتوار وكتطلب من مول الحانوت يحلها. بشكل مفاجئ مول الحانوت كيبقى هادئ وكيقول لها باللي داكشي اللي لداخل ما غاديش يعجبها. من بعد كيستهزأ بها وكيقول لها باللي من بين كاع الحوايج اللي كانت تقدر دير في حياتها اختارت دير هادشي. جودي اللي تعصبات دابا كتبدا العد التنازلي. لحظات من بعد صوت القرطاس كيعمر المكان. المشهد من بعد كيتحول لواحد الغابة فين كنشوفوا واحد المراه سميتها سامانثا كتمشي وبين عليها الخوف. كتلمح واحد الكوخ صغير من بعيد وكتجري ليه على امل تلقى شي مساعدة. سامانثا كتلقى البلاصة خاوية واخا الراديو خدام كان قديم وعليه الغبرة، كرسي كبير، ناموسية وايضا واحد الصاك فيه شوية ديال الماكلة. ولكن ديك الساعة كتلاحظ واحد الراجل هاز فاس جاي جهة الكوخ. داكشي علاش كتخبع دغيا. الراجل كيدخل الكوخ وسامانتا مخبعة تحت الناموسية. كيهز الصاك ديالو اللي كانت فيه الماكلة وكيمشي في حاله. هادشي كيخلي سامانتا ترتاح شوية. من بعد شي لحظات كتخرج كتجري من الكوخ وكتبقى غادة كتجري بحال الحمقى. ولكن كتلاقى مع داك الراجل ديال القبيلة. كتكون طايحة جامدة في الأرض ورجلها مجروحة. ولكن الراجل اللي سميتو توم فجأة كيبان ظريف وكيعرض عليها المساعدة. كيرجعوا بجوج للكوخ وتما توم داواها. سامانتا كتقدم ليه الاعتذار حيت سرقات ليه الماكله ديالو وكتعترف باللي ما كلات والو من البارح. كتشرح ليه باللي طوموبيلتها تخسرات ليها البارح وراجلها مشى لواحد ستاسيون قريب ولكن ما رجعش كاع. سامانتا من بعد كتسولو واش عنده شي تليفون ولكن توم كيقول ليها باللي ما عندوش وكل شيء اللي عندهم هو راديو قديم ومخسر. كيفاجئها فاش كيقول ليها باللي حتى هو عنده مشكل في الطوموبيل ديالو وراه حاصل تما هذه 3 ايام. فاش سامانتا كتسمع هادشي كتخلع وكتبغي تمشي تقلب على راجلها ديك الساعة. ولكن كيحذرها باللي الحرارة برا تقدر تهبط حتى ب5 تحت الصفر بالليل. من بعد شوية كيمشيو بجوج للطوموبيل ديال سامانتا فين توم كيقلب المشكل وكيكتشف باللي سالا ليه ليسونس. من بعد ما خلاو ورقه الادام راجل سامانطا خداو بيوج بيهم شي منطات من الطوموبيل قبل ما يرجعوا للكوخ. من بعد في الكوخ توم عطى لسامانطا شويه د الماء كان جابو من واحد الواد صغير قريب. ولكن الغريب هو فاش رجع ليه ما لقاش. توم بدا كيتساءل علاش راجلها خلاها في الطوموبيل وسامانطا قالت ليه حيت حامله. فسمع هاد الهضره عرض عليها ينعس هو في الارض ويعطيها هي الناموسيه ووعدها باللي غادي يخرجهم من تما. في المشهد اللي من بعد سامانطا حلمات بواحد الكابوس كانت كتحاول تعيط على شي حد وكتلوه بالالام. فاش فاق توم ما بانش ليه الاثار ولكن تصدمات فاش لقات واحد البنت شقراء طايحه مغمى عليها برا د الكوخ. ديك الساعه جرات البنت اللي داخل. في نفس الوقت كيبان توم كيهز ليسونس من طوموبيلته باش يديروا سامانطا في طوموبيلتها. من بعد شويه البنت الشقراء فاقت وبانت هي جودي اللي كنا شفناها في المشهد الاول. صدمت من البلاصه اللي لقات راسها فيها وسامانطا حاولت تشرح ليها كيفاش لقاوها طايحه مغمى عليها برا. ولكن جودي اللي كانت شاكه بدات كتغوت وكتسول فينا هو كيفن. سامانطا ما كان عندها حتى فكره على من كتهضر. داكشي علاش جودي خرجت من الكوخ معصبه. في المشهد اللي من بعد تسمع صوت القرطاس من بعيد اللي خلع توم لدرجات انه ليسونس كالو تخواليه. ومن بعد لحظات سمعت قرطاسه ثانيه. توم بدا كيغوت كيسول واش كاين شي حد تما ولكن ما كاين اللي يجاوبو. في ذاك الوقت جودي رجعت للكوخ وباين عليها معصبه حيت ما لقات لا تليفون لا طواليت. كانت كتحسب ليها هذه دار سامانطا وانها عايشه تما بوحدها. ولكن القرطاسه الثانيه بينت ليها كيفاش حتى هي وراجلها وحلو تما من بعد ما تقادا ليهم ليسونس. في ديك اللحظه وصل توم وتصدم فاش شاف بنت جديده. جودي قدمت راسها وهو سواها على قصتها. جودي شرحت ليه باللي هي من ديترويت وانها تضاربت مع صاحبها وهذا الشيء سالا به كيجري عليها من الطوموبيل وكيخليها في الشارع. توم قال لها تقدر تبقى ولكن خاصها تبدا تعاون في الشقه من غدا وهي وافقات. ديك الليله شفنا جودي كتحلو بواحد الكابوس كانت فيه مربوطه وشي حب كيخنقها. في الصباح هي وسامانطا هضروا مع بعضياتهم هضره زوينه وبداو كيتفاهموا. بداو كيتقربوا من بعضياتهم كتر وكتر ولكن هضرتهم دبيات قلبات المضاربه فاش ما اتفقوش على البلاصه اللي هما فيها. جودي متأكدة أنهم في ويسكونسن بينما سامانتا مصرة على أنهم في نيو هامبشاير. في نفس الوقت توم كان غادي في الغابة وكيرسم على الشجر باش يعقلها للمسافة اللي قطع. ولكن تصدم ملي لقى راسو رجع لنفس الكوخ اللي بدا منه واخا كان غادي في خط مستقيم. تلاقى مع جودي اللي كانت مقتنعة أن سامانتا حلقات حيتاش كتقول أنهم في نيو هامبشاير. هادشي صدم حتى توم ومشى كيجري يهضر مع سامانتا.
ملي تجمعوا بثلاثة بداو كيتناقشوا على بلاصتهم، ولكن الأمور زادت تعقدات ملي فاجأهم توم وقال لهم أنهم في مدينة في ساوث داكوتا. هادشي زاد من الحيرة ديالهم، حيت كل واحد فيهم متأكد من البلاصة اللي كيظن أنه فيها. توم حس باللي كاين شي حاجة ماشي هي هذيك، وسول البنات واش متأكدين مزيان من البلاصة اللي كيعتقدوا أنهم فيها. من بعد حذرهم أن الوقت كيسالي، وإلا ما قربوش من الماء والماكلة غادي يتقادوا ليهم بشكل خطير. اقترح عليهم يخرجوا غدا ويتمشاو أبعد مسافة يقدروا عليها، والبنات وافقوا. في هاد الليلة شفنا توم كيحلم بكابوس على سلاح ناري، وفي الصباح التالي خرجوا بثلاثة من الكوخ بكري وبداو كيتمشاو في الغابة. سامانثا وجودي بداو كيهضروا وهما كيتمشاو، وجودي قالت لنا أنها عمرها شافت ماها، وتبين أن ماها ماتت نهار تزادت، وأن جدها هما اللي كبروها. بعد لحظات جودي تعكلات في شي حاجة وطاحت، وفي ديك اللحظة طاحت من جيبها رزمة ديال الفلوس. توم تصدم وسولها منين جابت هاد الفلوس كاملة، ولكن هي جاوبته ببساطة أنها جابتهم من خدمتها مع صاحبها. فديك اللحظة انتباه سامانثا تجذب للباب ديال الأرض اللي تسد بشكل غريب. توم استعمل الفاس ديالو باش يهرس القفل. أول حاجة داروه ملي دخلوا هي تصبغوا ملي اكتشفوا أنه في الواقع مستودع قنابل عسكري. لقاو فيه بزاف ديال الماكلة المعلبة، شراب قديم وأيضا خريطة. سامانثا من بعد لاحظت أن كل شيء هنا مكتوب بالألمانية، وشكات باللي خاصهم يكونوا في بولندا. جودي سولتها كيفاش عرفات، وسامانثا شرحت لها أن باها كان ألماني، ولكن ماها علمته اللغة حيت باها مات في الحرب. جودي تصدمت من الصدفة واعترفت باللي حتى باها مات في الحرب. ثلاثة من بعد جمعوا الماكلة والشراب ديالهم قبل ما يخرجوا من المخبأ، ولكن من بعد لحظات لقاو راسهم رجعوا لنفس الكوخ. هادشي كيصدمهم حيت كانوا متأكدين أنهم كانوا غاديين نيشان وبعدوا بزاف على الكوخ، ولكن ها هما عاوتاني تما. في وقت العشاء توم كيتصارح معاها وكيقول ليها باللي حتى واحد ما غاديش يتسوق ليه يلاه غبر. كيكشف ليها باللي موت عدمات وانه كبر في ميتما في داكوتا الجنوبيه. من بعد ملي بقاو العيالات بوحدهم سامانتا قالت لجودي بغات تشوف ديك الرزمه ديال الفلوس حيت عمرها شافت بحال داك المبلغ. جودي ديك الساعه خرجت عندها واعترفت ليها باللي كتشفر محطات ليسونس وسوبر مارشيات مع صاحبها، داكشي اللي خلى سامانتا مصدومه. جودي برات لراسها وقالت باللي كبرت ما عندها والو وعمرها قرات في الجامعه، داكشي علاش كدير اي حاجه باش تعيش. ولكن ملي قلبات الفلوس سامانتا حسب ليها هادشي غير ضحك، حيت الوراق مطبوعين في 1984 اللي شافتو على انه في المستقبل. هادشي صدم جودي، وملي سولات سامانتا على اش من عام عاقله قالت ليها 1962. ملي تسولات جودي نفس السؤال وراتها الجاكيطه ديالها وخلات سامانتا مبهوره. ديك اللحظه دخل توم للكوخ، وملي سولوا العيالات على اش من عام هذا فاجئهم ملي قال لهم 2011. ديك الساعه العيالات كشفوا على العام اللي هما جايين منه بصح، وتوم بقى حاير واش غير كيضحكوا عليه. فجأة تسمع صوت قرطاسة مجهدة على برا وزاد من التوتر. الرعب بدا ملي توم طل من الشرجم وشاف راجل هاز قرطاسة. خرجوا بحذر وطلبوا منه المساعدة، ولكن الراجل هز القرطاسة ودوا بالألمانية. توم دغيا لح الشاقور ديالو، وسامانتا قالت باللي ما ناويين يأذيو حتى واحد، ولكن الراجل الألماني ضرب توم وطيحو فاقد الوعي. الصباح الآخر فاق توم ويديه ورجليه مربوطين، لاحظ حتى العيالات مربوطين في الكراسة بينما الراجل الألماني ما كاينش. بناء على الشراب القديم والراديو القديم ومخبأ القنابل افترضوا باللي غالبا رجعوا بالزمن للحرب العالمية الثانية، وهادشي كيفسر وجود المخبأ. ديك الساعة سامانتا سولت توم واش السفر عبر الزمن تخترع في 2011 وواش هو اللي جابهم لهنا. وضح ليها باللي واخا 2011 كتبان بعيدة راه ماشي بعيدة لهاد الدرجة. من بعد شي لحظات رجع الراجل الألماني وطلق توم قبل ما يقدر دفعوا بعنف خارج الكوخ. الراجل ما كيفهمش الإنجليزية وبدا كيضرب في توم في الغابة. في واحد اللحظة توم كيستغل الفرصة وكيقدر يهرب، ولكن الراجل الألماني كيشدو مرة أخرى وكيربطو مع شجرة في الغابة. من بعد الراجل الألماني كيرجع للكوخ وكيسول بغضب منين هاد العيالات. سامانتا كيشدها الانتباه ديالها القلادة اللي في العنق ديال جودي، والراجل الغضبان كيطلب يعرف منين جابتها. سامانتا دغيا كترجم أنها كانت ديال موها، ولكن الألماني ما كيتيقهاش وكيهز السلاح ديالو باش يضرب. سامانتا ديك الساعة كتكتشف أنها حتى هي عندها قلادة حالها تماما. الألماني الحيران كيبين القلادة ديالو اللي كتشبه ديالهم وكيوريهم صورة ديال المرأة. سامانتا كتفاجأ ملي كتعرف عليها بأنها موها. الألماني ديك الساعة كيدي العيالات عند توم، وسامانتا كتسولو واش عنده قلادة بحالها، ولكن ما كيكونش عنده. كيبداو يناقشوا هاد الوضعية الغريبة وكيتضح أن توم قدر يفك راسو. المشهد من بعد كيتحول للكوخ فين الراجل الألماني كيكون فاقد الوعي ومربوط، بينما ثلاثة الآخرين كيبانوا خايفين.
سامانتا كتكشف بكل مفاجأة أن المرأة اللي في الصورة هي موها، بينما جودي كتقول أنها جداتها. كتقول أيضا أن سمية باباها كانت هانز نويمان، ومن بعد ما كيقلبوا في الأوراق ديال الرجل الألماني كيتضح أنه نفس الشخص. ملي سامانتا كتسول على تاريخ الميلاد ديال جودي كتقول ليه أنه 11 نوفمبر 1962، وهو نفس التاريخ اللي من المفترض تولدت فيه سامانتا. كتسولها أيضا واش سميت باباها آدم وأن عائلته هي اللي رباتها. جودي كتأكد ليه هذا الشيء. الصمت التام كينزل في الغرفة ملي كتكتشف الحقيقة الصادمة، سامانتا هي في الواقع أم جودي. الرعب ديال أنها عرفات أن راجلها غادي يموت في الحرب كيدمرها. من بعد ما كتخرج من الكوخ كتبكي، توم كيفجر قنبلة أخرى وكيقول لجودي أنها هي في الواقع مو. جودي كتقول أنها تشوت خربيق وأنه ما كانش عنده قلادة وأنها أصلا ماشي حاملة، ولكن توم كيقول أنه كان عنده قلادة ولكن ما جابهاش معاه. كيكشف أن مو كانت مجرمة، كانت كتسرق محطات الوقود في الولاية كلها وقتلت كاشير. وحتى بعد ما قتلت باهو كيفين، داكشي اللي وصلها للاعتقال والإعدام. الحقيقة القاسية كتنزل على جودي اللي حتى هي دغيا كتخرج من الكوخ. العيالات كيتلاقاو مرة أخرى في الغابة، وسامانتا مدمرة ملي كتعرف أنها غتموت في الولادة. ديك الساعة كتسول على آدم، وجودي كتكشف أنه غيموت في الحرب ديال فيتنام وغادي تبقى بوحدها مع عائلة آدم. جودي كتعاود ليها عاوتاني باللي جودها كانوا كيعاملوها خايب، وكتوريه جروح مؤلمة كتهرس قلب سامانتا. ديك الساعة سامانتا كتمشي عند باها وكتشرح ليه كل شيء بالتفصيل. كتحرك باش تحيد ليه القيد، وطوم كيحذرها باللي هانس يقدر يكون خطير، ولكن سامانتا كتجاوب طوم باللي هي في الحقيقة بنته. من بعد كترجاه يثيق فيها وكيوافق، ولكن للأسف غير حيدت القيد على هانس، خدا ليها السلاح وهرب من الكوخ. فديك اللحظة سامانتا كتفكر تاني الكابوس ديالها وكتعاود ليه على جودي، وطوم كيكشف ليها باللي هي في حلمها كانت بوحدها في الدار كتولد، بينما آدم كان خارج المدينة والإسعاف ما وصلتش في الوقت. طوم من بعد كيعاود على حلمه بالقس اللي أداه، وباللي هو قتل القس بالقرطاس قبل ما يقتل راسه. جودي حتى هي كتفكر حلم فاش تعدمات حيت قتلت كيفين، يعني كلهم حلموا بالموت ديالهم. ولكن طوم كيقول باللي هاد الشيء باقي ما وقعش، إذن باقي عندهم الوقت يبدلوه ولا يوقفوه. كيكتشفوا باللي هاد السلسلة ديال الأحداث كلها كتبدا بموت هانس، إذن قرروا يوقفوا هاد الشيء هو الأول. كيمشيو لمخزن القنابل باش يشوفوا الخريطة، وسامانتا كتكشف باللي باها مات في غارة جوية في مدينة فيلون في بولندا اللي هما فيها دابا، وباللي اليوم هو النهار اللي غادي يموت فيه هنا. طوم كيفترض باللي إلا هانس ما ماتش مراته ما غاديش تعاود تزوج، وديك الساعة سامانتا غادي تلقى امها معاها، غديها للسبيطار فاش تكون كتولد، وهذا الشيء كيعني انها غادي تعيش. جودي غادي تكبر وتكون مرأة مزيانة عوض ما تكون مجرمة، وطوم غادي يكبر مع امه الحقيقية. المجموعة كتقرر تجيب هانس للمخبأ. فاش كتوقع الغارة الجوية كيرجعوا يجريو للكوخ. تما هانس كينجح يدير اتصال بالراديو، كيحاولوا يحذروه من القصف ولكن كيرفض يثيقهم وكيجري على برا مصمم يكمل المهمة. طوم كيحاول يوقفوا ولكن كيدخلوا في واحد الصراع عنيف وسط الضباز. هانس كيشوف هذا الشيء وكيهرب، وكيخلي الجوج الاخرين كيحاولوا يعالجوا جودي المجروحة يائسين. طوم مخلوع ومصمم باللي إلا ماتت جودي هو عمره ما غادي يكون موجود. كيجري مورا هانس، بينما سامانتا كتبقى حدا بنتها كتقاتل بيأس باش تخليها عايشة. من بعد شوية طوم أخيرا كيلحق على هانس اللي كيحاول يهاجم عليه، كيدابزوا واحد الدبازة خايبة، ومن بعد هانس كيهرب تاني لجهة أخرى. طوم كيستوعب أنه واخا يهربوا غادي يرجعوا للكوخ، داكشي علاش مشى لتما هو وجوج الآخرين. تلاقاو عاوتاني في الكوخ وجودي كانت ديجا كتموت. هانز بدا كيتيري على طوم، ولكن طوم بدا كيختفي بشويه بشويه حتى غبر كليا. شويه من بعد جودي خرجت فيها الروح، حيت الموت ديالها كيعني ان الوجود ديالو غادي يسالي. ملي شافت هذا الشيء سامانتا قربت من هانز معصبه واتهمته بانه هو السبب في كل شيء داكشي اللي واقع، ولكن ما كاينش الوقت اللي يضيع حيت بزاف ديال الطيارات كيدوزوا من الفوق ديالهم مستعدين يطلقوا صواريخ. سامانتا عاودت ترجى باها باش ينقذ راسو، ماشي غير على قبله ولكن حتى على قبل مستقبل حفايدو كاملين. هاد المرة صدقها أخيرا، ولكن غير جراو البونكير بزاف ديال الصواريخ طاحوا من السماء. هاد الشيء خلى سامانثا تضرب راسها مع حجرة وتفقد الوعي. لحسن الحظ باها شدها ودخلها للبونكير وقدر يسد الباب في الوقت المناسب. بزاف ديال الصواريخ بقاو كيضربوا في التحصينات، وفي هاد اللحظة الوجود ديال هانز سامانثا تلاحظ بدا كيبان ويغبر قبل ما يختفي كليا. في بلاصه اخرى كنشوفوا الجثه ديال جودي حتى هي كتختفي من قدام الكوخ.
هانز ديك الساعة شاف التصويرة ديال مراته، ولكن في هاد اللحظة صاروخ كبير ضرب الكوخ ودمر كل شيء. الوقت بدا كيرجع باللور، وكل شيء داكشي اللي وقع حتى لدابا كيتعرض بالمقلوب. المشهد كينتقل لعام 1985 وكنشوفوا جودي في المحل بحال في البدايه ديال الفيلم، ولكن الشكل ديالها تبدل هاد المره ولات كتبان انيقه ماشي بحال الشكل ديالها القديم والعيان. من بعد ما خلصات داكشي اللي شرات، جودي خرجت من المحل ولحات عينيها على كيفن اللي ولا دابا مع صاحبه. بجوجهم دخلوا للمحل قبل ما يجبدوا سلاح ويهبدوا الكيسي باش ياخذوا الفلوس. الكيسي عطاهم الفلوس، ولكن المراه طلبت منه يحل حتى الكوفر، والمشهد تكشف بالضبط كيف ما وقع من قبل. الكيسي وافق يحلو، ولكن حضرها باللي ما غاديش تقدر على داكشي اللي لداخل تماما قبل ما يتسمع صوت ديال تقريق بالقرطاس. المشهد كينتقل لجودي اللي ولات دابا عايشه في دار فاخره، وكنشوفوا عنوان في جورنال كيعلن على وفاة هانز نيومان، بطل الحرب المحترم وفاعل الخير. جودي من بعد كترجع تصل بالوالده ديالها سامانثا اللي كتبان انها كبرات في العمر، وتمشاو بجوج للشط باش يرميو الرماد ديال هانز. الفيلم كيسالي بواحد النهاية اللي حلوة ومرة في نفس الوقت، وكيكشف باللي توم غالبا ما غاديش يكون كاع في هذا الخط الزمني، حيت هو كان ولد جودي صاحبها. الشفار اللي طرقانهم دابا تفرقوا وكل واحد مشى في حل في جهة. هذه هي النهاية ديال الفيلم، ونتلاقاو مرة أخرى في ملخص جديد. شكرا على المشاهدة.